حرب بين البشر والشياطين تمتلئ القلوب بالرعب والعالم يغطيه الظلام. وهنا يظهر سياف مقدس مهمته أن يقضي على الظلام ويخلص العالم من الشياطين. وهنا تبدأ حكايتنا، وهي بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبدأ قصتنا في مكان متدمر، وفي بنت اسمها سيسلي بتكون واقفة مصدومة قدام شيطان مرعب. وسيسلي مش بس فارسة من حراس المدينة التجارية المستقلة الثالثة، دي كمان رئيسة عائلة كيمبر المرموقة. وبرغم الصدمة اللي بتكون فيها ولكنها بتتشجع وبتنطلق تهاجم الشيطان، ولكن للأسف بيبغتها بهجماته السريعة وبيصيبها وبتقع على الأرض. بيكون على وشك إنه يطعنها، ولكن في اللحظة الحاسمة بيتدخل لوك وبيوقف الهجوم. وبنعرف وقتها إن دي المرة الثالثة اللي لوك ينقذ فيها سيسلي، فمن هو لوك وإزاي وصل للنقطة دي كل ده هنعرفه في الأحداث اللي جاية. بينتقل بينا المشهد لصباح نفس اليوم في مدينة هوسمان، إحدى المدن التجارية المستقلة. الشوارع مليانة حركة والبياعين كانوا متحمسين، ولكن في مشتري بيتخانق مع بياع لأنه رفض طلبه رغم إن المشتري معروف ما بين رجال الإمبراطورية. الراجل بيتنرفز وبيتخانق، ولكن تدخل سيسلي بيغير كل حاجة. أول لما بيشوف سلسلة الفرسان اللي لابسها بيخاف وبيهرب لما بتهدده بسيفها، فالناس بتقف تهتف لشجاعتها، بس فجأة بيقطع صوت هتافهم ده صوت تدمير عنيف. سيسلي بتجري ناحية الصوت وبتلاقي الناس متجمعين حوالين راجل فقد عقله وعمال يكسر في كل حاجة بسيفه. وأول لما بتشوف الشعار اللي على الدرع بتاعه بتتضايق لأنه كده بيهين شرف الفرسان. بتقرر توقفه، ولكن الراجل بيتجاهلها تماما، وسيسلي بتتردد تسحب سيفها، بس في النهاية بتسحبه وبتقرر تواجهه. وأول لما المجنون ده بيشوف السيف بتاعها بيهجم عليها بسرعة وبيطيرها لبعيد، وسيسلي بتقوم مرة تانية ولكنها بتكون حاسة بالخوف. وخصوصا بقى يا صديقي إن دي أول مرة فيها تواجه الخطر الحقيقي، وبتفضل تتراجع لحد ما بتقع. ساعتها الراجل المجنون ده بيفضل يقول كلام غريب زي إنه تخلى عن جسمه وقلبه وروحه علشان القتال، ورغم كل ده هو لسه مش لاقي الخلاص. سيسلي بتشجع نفسها وبتقوم تواجهه، ولكنها بتتصدم لما سيفه بيكسر سيف عيلتها بضربة واحدة بس. بتقع من الصدمة وبيكون المجنون على وشك إنه يقضي عليها، ولكن فجأة بيظهر سيف بيكسر سيف المجنون ده بسهولة وبيحمي سيسلي. بنكتشف ان اللي انقذها ده هو لوك، ولوك بيلاحظ ان المجنون ده ناجي من الحرب الاخيره بسبب دراعه المفقوده. كل اللي موجودين بيتفاجئوا من اللي حصل، وسيسلي مش بس مصدومه من قوه لوك، دي كمان مش فاهمه هو بيستخدم اي نوع من السيوف. وفي وسط الزحمه دي بنشوف واحد غريب متنكر بيتابع المشهد كله، يا ترى مين الراجل ده؟ وبعد نهايه المعركه مع المجنون الناس بتمشي، وسيسلي بتحاول تشكر لوك على انقاذها ولكنها بتقع لانها مصابه. لوك بيستغرب ان هي فارسه وبيمشي من غير ما يرد عليها، وفي اللحظه دي بتظهر بنت صغيره اسمها ليسا، بتنادي على لوك وبتقول له يستناها لانها المساعده بتاعته، وبتقف لحظه عند سيسلي وبتقول لها ان هي فرحانه ان هي كويسه، وبعدها بتكمل جري ورا لوك تاني. وسيسلي بتفضل محتاره في مكانها وبتسال نفسها مين الشخص الغامض ده. بنروح بعد كده لليسا اللي بتتكلم مع لوك وبتقول ان من النادر يكون في فارسه بنت، ولكن لوك ما كانش مقتنع وشايف ان سيسلي ضعيفه. لسه بتحاول تدافع عنها وتمدح شجاعتها وجمالها، ولكن لوك شايف ان سيسلي ما تستحقش ان هي تكون فارسه من الاساس، وخصوصا كمان بعد ما السيف بتاعها اتكسر. وبيرجعوا للبيت ولوك كان عنده اجتماع ولكنه بيتجاهل وما بيروحش. بنرجع عند سيسلي التاني اللي بتروح تزور احد حدادين السيوف وبتساله عن طريقه اصلاح السيف بتاع عيلتها، ولكنه بيقول لها ان تقنيتهم الحاليه هتغير السيف تماما، وده سيف تاريخي انتقل عبر الاجيال. وبيشرح لها ان هي حتى لو قررت تصوغه من جديد هيبقى صعب جدا تلاقي حد يقدر يعمل ده في الزمن اللي هم فيه. المساعده بتاعته بتقول لها ان هم ممكن يعملوا لها سيف جديد زي باقي الفرسان بتوع الحرس وببلاش كمان، ولكن سيسلي بترفض وبتقول لها ان هي مش هتقدر تستخدم سيف تاني لان السيف ده ليه قيمه خاصه عندها. فالحداد بيوضح لها ان السيف ده قديم ومش هينفع في القتال حتى لو اتصلح. وهنا سيسلي بتفتكر سيف لوك اللي كسر سيف المجنون في ثواني. بتسال الحداد لو يعرفه فبيدي لها عنوانه، وبتروح سيسلي البيت لوك وبتتفاجئ اول لما بتشوف لسه، وكمان لوك بيستغرب لما بيلاقي سيسلي قدامه. بتشكره سيسلي على مساعدته وبتعرفه بنفسها وبيعرفها لوك بنفسه، ورغم كده كان بيتصرف معاها ببرود وبيقعدوا يشربوا الشاي سوا. بتوضح له سيسلي ان هي جايه تطلب منه يصيغ لها سيف جديد ويكون حاد وكسر لاي سيوف تانيه، ولكن لوك بيرفض. بيقول لها انه بطل يستقبل طلبات من وقت وفاه والده لان هو اللي كان بيصيغ السيوف، ولكن لسه بتقع في الكلام قدامها وبتقول للوك ان هو اللي صاغ السيف بتاعه بنفسه. سيسلي وقتها بتبدا تمدح في السيف بتاع لوك وبتقول انه اقوى سيف شافته في حياتها، وبتطلب منه تاني انه يصيغ لها سيف جديد، لكن لوك بيرفض برضه. بيقول لها انه ما صاغش غير الكتانه لنفسه وده اسم السيف الخاص بيه، وقرر كده من وهو صغير، وبيطلب منها تمشي. وقتها سيسلي بتطلع السيف بتاعها المكسور وبتحكي انه كان سيف لاجيال من عيلتها، وبتعترف ان هي بقت فارسه من شهر واحد بس، ولكنها بتقول للكل ان هي فارسه من زمان. وبتحكي ان من وقت حرب الشياطين عيله كامبل كانت دايما بيقتلوهم، ووالدها وجدها كانوا بيحموا المدن المستقله، ولكن والدها توفى من شهر وقررت تبقى الخليفه بتاعته لانها بنته الوحيده. واول
اول معركه ليها كانت على وشك انها تفقد حياتها، ولكن التذكار ده واللي هو السيف هو اللي خلاها تكمل. بتقول له عينيها كلها اصرار ان هي عايزه سيف ما يتكسرش ويكون جزء منها ويساعدها تحمي المدينه وتثبت ان هي فارسه بحق، لكن لسه بتقطعها وبتقول لها ان ما فيش سيف ما بيتكسرش حتى الكاتانا، ولكن لوك بيفهم قصدها وبيسكت. وفي نفس اللحظه هم قاعدين بيسمعوا صوت اجراس الانذار اللي بتعلن عن هجوم وحوش على فرسان المدينه. بنشوف واحد اسمه لص الطريق واللي بيكون هو سبب ظهور الوحوش دي، وبيضحك على الفرسان وبيقول لهم ان حتى فارس رفيع المستوى مش هيقدر يواجههم، وبيكون مع الغريب اللي شفناه وسط الناس الصبح. في اللحظه دي بيوصل لوك وسيسلي ولسه لمكان الهجوم وبيتفاجئوا بوجود الفوضى. سيسلي بتاخد سيف وبتجري علشان تساعد، ولوك بيحاول يمنعها ولكن الوحوش بتظهر قدامهم. لوك في الوقت ده بيلاحظ ان في حد بيسيطر عليهم، وسيسلي بتطلب منه يراقب قتالها علشان يشوف اذا كانت تستحق سيف جديد ولا لا. اول لما بتهجم الوحش بيطيرها بنت الخايبه، وقبل ما يصيبها لوك بيتدخل وبينقذها للمره الثانيه وبيقضي على الوحش الاول وبعدها بيهزم الثاني. لسه الطريق بيتصدم وبيسال الغريب هيعملوا ايه دلوقتي، ولكن الغريب بيتريق عليه وبيقول له ان قلب لسه الطريق عارف هو المفروض يعمل ايه. وفي نفس اللحظه اللي لوك بيهزم فيها الوحوش بيظهر نور قوي وبيظهر شيطان عملاق بعدها، ولوك بيفهم ان لسه الطريق عمل اتفاق مع الشيطان. بيطلب من سيسلي تهرب بسرعه ولسه بتحاول تاخدها بعيد، ولكن سيسلي مش بتقدر تسيبه ومش بترضى تهرب. ولما لوك بيكون على وشك انه يتصاب بتتدخل سيسلي وبتتصدى للهجمات دي بجسمها وبتطلع سيفها المكسور وبتقاتل بيه. شجاعتها بتاثر في لوك ولكن الشيطان بيزود قوته اكتر، وفي اللحظه دي لوك بياخد قرار سريع وبيطلب من لسه ان هي تناوله حجر ومقبض. بيقول لسيسلي توفر له وقت لحد ما يصنع سيف، وفي الوقت ده لسه عينها بتنور وبتعمل دائره سحريه ضخمه، ولوك بيبدا في صناعه السيف. بيبدا في الصياغه باستخدام تقنيات دقيقه وموارد خاصه، وبيكرر خطوات الصياغه لحد ما بينجح في صياغه سيف قوي جديد. سيسلي بتنبهر من السيف اللي لوك قدر يصنعه، وبتحس وقتها ان الوقت اللي وفرته ما راحش هدر. في اللحظه دي لوك بيتقدم علشان يواجه الشيطان، بينما سيف سيسلي المكسور بيتكسر تماما وبتقع من الارهاق، فبتجري لسه تسندها. لوك بيجهز نفسه بيسحب الكاتانا الخاصه بيه، السيف ملتهب بيواجه بهجوم الشيطان بسهوله. بعدها بينطلق بهجمه مضاده والقتال بيكون عنيف، ولكن نصل الكاتانا الحاد بيخترق جسم الشيطان وبيقطع جزء منه. لسه بتبدا تشرح لسيسلي وبتقول لها ان الكاتانا ده اتصاغ من الطي المتكرر، ودي تقنيه قديمه ونادره جدا ما بقاش حد يستخدمها تقريبا. السيف بيتصاغ على مدار ساعه كامله، والنتيجه كانت نصل ما يتقارنش باي سيف تاني في القوه او في الحده. وفجاه الشيطان بيطور نفسه اكتر ويبدا يهجم على لوك بهجمات اعنف، ولوك بيضطر يراوغ علشان ما يتكسرش السيف بتاعه او يفقد حياته. لسه بتشرح تحركات لوك لسيسلي وبتفهمها ان لوك بيحسب كل خطوه بدقه وعارف المسافه اللي بيهجم منها، وفعلا لوك بيدخل بمنتهى الدقه وبيهجم هجمه قاتله بتقسم الشيطان لنصين وبين المعركه. وسط كل ده بنشوف الغريب المتخفي بيتبع القتال من بعيد، وبيتضح ان هو السبب في تحول قطع الطريق للشيطان ده. سيسلي بتفرح بانتصار لوك وبتتحمس من قوه الكاتانا، ولكن السيف بيختفي بعد المعركه، ولما بتسال عن السبب فبيقول لها لوك ان ده طبيعي. تاني يوم بيقعدوا ابطالنا مع بعض، وسيسلي بتشكر لوك على مساعدته وبتبدا تشتكي من اللي عمله قطع الطريق، ولكن كالعاده لوك بيبدا يتخانق معاها. نسيبهم يتخانقوا مع بعض شويه ونروح احنا الاجتماع في مدينه فالبابل واللي المفروض لوك يكون حاضر فيه. هناك بيتكلموا عن اللي حصل وظهور الشيطان، وبيبدا النقاش حوالين هل دي علامه على رجوع الشياطين رغم مرور 44 سنه على الحرب، وبيحتاروا ما بين خيارين وهما هل يعيدوا تنشيط فالبابل مره تانية ولا يبداوا في صناعه السيف المقدس. في نفس الوقت ده الفرسان بيحققوا في اثار المعركه وبيلاقوا جثث قطاع الطرق، ولكن المفاجاه ان كان في واحد لسه عايش ومعاه ماده لترويض الوحوش. الناجي بيعترف ان الغريب المتخفي هو اللي سلمهم المخدر ده، وقال لهم على شحنه فيها كنز علشان يهاجموها، وقال لهم كمان ان هو اللي حول القائد بتاعهم لشيطان. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيخرج وحش من جواه فجاه، والفرسان بيتدخلوا بسرعه علشان يقتلوه، ولكن بيكون فات الاوان وبيموت الراجل. لكن بالرغم من كده قائد الحراس واضح عليه انه بدا يشك في هويه الغريب المتخفي ويمكن يكون عارف هو مين بالضبط. بعد كل اللي حصل بنشوف لوك وليسيا هم شغالين على حداد سيف جديد، والسيسلي بتكون متحمسه وهي بتتفرج عليهم، ولكن لوك بيقول لها ان خطوات صنع الكاتانا معقده جدا وكتير، وبيرفض يشرح لها المهاره اللي استخدمها في القتال. ومع دخول الليل بنشوف قائد الحراس واللي اسمه كوسار وهو بيبلغ القائد الاعلى بالمعلومات اللي عرفوها من موقع الحادث، وبيقرروا وقتها ان هم يجهزوا نفسهم للقبض على الغريب المتخفي لما يظهر مره تانية. في اليوم اللي بعده سيسلي بتروح تطلب من لوك مره تانية انه يصنع لها سيف بعد كل اللي مرت بيه، وبتفرح جدا لما بيوافق اخيرا، ولكن حماسها ده بيفكروا بشخص من ماضيه. سيسلي بتتفاجئ لما بيقول لها ان السيف مش هيكون مجاني، وبتتصدم لما بتعرف قائمه المتطلبات الطويله وبتقلق لان مرتبها مش كبير. ولكن لوك بيضايقها اكتر واكتر وبيقول لها ان هو مش هيعمل حاجه، فبتسيب لوك وبتمشي لمقر الفرسان وهي متضايقه على اخرها. لكن فجاه بيقابلها كوسار وبيناديها وبيعرض عليها مهمه خاصه، وهي حمايه ماده مهمه هتتعرض في السوق الاسبوع اللي جاي. بيروحوا سوا المكتب القائد، وهناك بيقابلوا بنت جديده بتشكرهم على حمايتها وبتعرفهم بنفسها، وبيكون اسمها اريا. بنشوف فلاش باك في الوقت ده للمجنون اللي قتل لوك قبل كده، وبنشوفه
بتشوفه وهو في الحرب وذراعه بتتحول لشيطان وده بيكون سبب فقدانه ليها، ولكن بيصحى فجأة من الكابوس بتاع الذكريات بتاعه ده. بنرجع لسيسلي اللي بترحب بإيريا ولكن بتتفاجئ لما بتعرف ان هي مش بتحمي بنت بس، دي بتحمي سيف شيطاني وإيريا نفسها هي السيف ده. سيسلي بتاخد إيريا معاها وبيزوروا بيت لوك وهناك بيتخانقوا كالعادة، ولكن لسه بتتدخل ما بينهم وبتهدي الدنيا وبتقدم لهم توت جمعته من الغابة المتغطية بالرماد وخلطته بالتوابل الخاصة، وإيريا بتحبه جدا وبتقول لها ان هي حاسة بطاقة الروح اللي فيه. إيريا بتقرر توريهم قوتها وبتتحول لنصل شيطاني، وسيسلي بتمسكه بتجرب استخدامه وبيظهر ان السيف ده بيقدر يستخدم قوة الرياح. لسه في الوقت ده بتتفاجئ جدا ولوك بيشرح لها ان قوة سيف زي ده مصنوع بطريقة معقدة وغريبة، ولاحظ بنفسه مدى قوة السيف ده اساسا. إيريا بترجع لشكلها البشري ولوك بيكون مستغرب جدا ان سيسلي هي المسؤولة عن حماية سيف شيطاني الكل بيطمع فيه والدولة كلها عايزاه بأي ثمن. سيسلي بتوضح للوك ان محدش هيقدر يتوقع ان السيف الحقيقي يكون على هيئة انسان، وعشان كده من الافضل ان عدد قليل بس هو اللي يحرسه، وخصوصا لو كانت الحارسة بنت. بعد كده بنروح لكوسار اللي بيشرح للفرسان ان الغريب المتخفي اكيد هيرجع وهيتعاقد مع شيطان جوه البوابات وده هيكلفهم ارواح كتير جدا، وبيأكد ان اقوى سلاح عندهم دلوقتي هو عزيمتهم وانهم يواجهوا الموت من غير خوف زي ما حصل مع الناجي من الحرب. ولكن على الناحية التانية ما عرفوش ان سيسلي مش في ساحة القتال، دي قاعدة تاكل وتشرب في مطعم مع إيريا ولسه باعتبار ان هي هتاخد تعويض يعني على الخسائر اللي اتعرضت ليها. التلاتة بيستمتعوا بالاكل وبتفاجئهم لسه وبتقول لهم ان لوك هينزل السوق الاسبوع اللي جاي علشان يدور على السيف اللي هيذبح بالشيطان العظيم، ولكن بتحس ان هي قالت حاجة ما كانتش المفروض تقولها وبتتوتر بعد ما قالت كده وبتحاول توضح ان هو بيدور على سيف قوي وخلاص. بعد ما بيخلصوا اكل بيطلعوا يتمشوا في المدينة، وهناك إيريا بتحكي عن عمرها اللي ما بين 40 و50 سنة وبتقول لهم ان هي ظهرت في ساحة المعركة وقت حرب في البابل. ما كانتش فاكرة هي وصلت هناك ازاي، ولما الفرسان اكتشفوا ان هي سيف شيطاني بيتحكم في الرياح استخدموه في القتال وحتى في مواجهتهم ضد بعض وكأنهم وحوش. الجو بيتحول لحزن، ولكن إيريا بتحاول تغير الموضوع وبتتكلم عن جمال المدينة، وقتها بيوعدها سيسلي ولسه ان هم هيحموها ويحموا المدينة مع بعض، وإيريا بتتأثر وبتشكرهم من قلبها. بينتهي بينا المشهد وبنروح عند المجنون اللي في السجن وبنلاقي ان السجناء اتحولوا بالكامل بعد ما الكائنات اللي جواهم بدأت تظهر، وفعلا بيخرجوا من السجون وبينتشروا في المدينة. في نفس الوقت ده سيسلي والبنات راحوا يستلموا سيفها الجديد اللي اتصمم بشكل اصغر علشان يكون سهل في الاستخدام، لكن وقتها بيجي فارس اسمه راجنولد وبيبدأ يتريق على سيسلي ويقلل منها لانها ضعيفة. الكلام بيضايقهم ولكن راجنولد ما بيوقفش، فبتبدأ سيسلي ترد عليه وإيريا كمان بتدافع عنها، لكن راجنولد بيقول لهم ان السيوف معمولة للقتال لكن هم شايفين ان هي معمولة للحماية. وسط الجدال ده صوت الاجراس بيقطعهم، بيعرفوا ان في هجوم بيحصل في المدينه والسجناء المنتشرين بداوا يهجموا على الناس. بيتحرك كوسار مع الفرسان بسرعه لاحتواء الوضع ومحاوله القبض على المتخفي، اما سيسلي فبتطلب تشارك في القتال ولكن كوسار بيرفض تماما، والفرسان بيبداوا ينتشروا في المدينه لحمايه المدنيين. بيكتشف كوسار ان اللي جوه اجسام السجناء حشرات ظهرت زمان وقت الحرب بتدخل جسم الانسان وبتاكل دماغه وبتحوله لعروسه بتتحرك من غير اي عقل. الفرسان بيبداوا يقتلوهم لان دي الطريقه الوحيده للقضاء عليهم، والرئيس بيتاكد ان المتخفي هو اللي ورا الكارثه دي. سيسلي بتحاول تبعد عن القتال ولكن إيريا بتديها سيفها الجديد وبتفكرها ان هي وعدت تحمي المدينه، وسيسلي بتحسم قرارها وبتنطلق للمعركه. اول لما بتدخل وسط الزحمه دي بتشوف الغريب المتخفي وسط الناس وبتبدا تلحقه، ولكن قبل ما بتتحرك بيظهر قدامها سجين مصاب. بتتفاجئ فإيريا بتشرح لها بسرعه ان الحشرات خلاص سيطرت عليه والحل الوحيد هو انها تقتله، لكن السجين بيهاجم سيسلي وبتضطر تصد الهجوم بتاعه بصعوبه، ولما بتحاول تضربه بتتفاجئ بمنظر الدم وبتبدا تتوتر لانها حست اللي قدامها انسان مش وحش، فبتتردد ومش بتقدر تقتله. وفي اللحظه دي بيوصل لوك وبيقول لسه انها تساعدها. بعدها بيوصل راجنولد والفرسان وبيقول له لسه ان هي تنهي ولكنها بتقف مكانها متردده، فراجنولد بيتدخل وبيقتله بنفسه. بيتعصب على سيسلي وبيهزها بسبب ترددها وضعفها، وسيسلي بتتاثر بكلامه ولكن إيريا بتهديها وبتقول لها ان هي لطيفه. بتلفت نظرها انها اول مره تشوف فارس يخاف يقتل، وده بيخليها تحترم احساسها وبتفهمها ان الحياه ليها قيمه، وده بيأثر في سيسلي جدا. وسط الفوضى بنرجع للمجنون اللي لسه في السجن وكان الوحيد اللي ما اكلش من الاكل وده انقذه من التحول، لكن في اللحظه دي بيوصل المتخفي وبيبدا يضحك عليه وبيقول له ان هو يحرره وبيفكره باللي حصل له في الحرب وبحياته والتضحيه اللي عاشها بعد اصابه دراعه بالشيطان. المجنون بيتاثر بكلامه فبيقول له المتخفي انه بيدور على شخص زيه ونجا من الجحيم بس لسه عايش جواه، وبيوعده ان هو هينقذه مقابل روحه. بنروح لتاني يوم الصبح وسيسلي بتتدرب على السيف وبتفتكر كلام راجنولد، وبتيجي إيريا وبتستغرب ان سيسلي بتتدرب بدري كده، فبتقول لها ان التدريب على السيف محتاج تكرار وهي بتتمرن من وهي صغيره. إيريا بتسالها عن سبب تكرارها لنفس الحركه، فبترد سيسلي وبتقول لها ان هي بتحاول تجهز نفسها للكتانه اللي لوك هيعملها وعشان كده اختارت نوع السيف الحالي. بعد ما بتخلص بتمسح سيفها وبتكون إيريا لسه معاها وبتقول لها ان هي ممكن تكون سلاح صعب ولكن سيسلي بتستخدمها لحمايه الناس مش للاذى. إيريا بتفرح وبتقول لها انها واثقه انها هتطلع رياح جميله لو كانت سيسلي سيدتها وبتتمنى اليوم ده يجي. سيسلي بترد بتواضع في الوقت ده وبتقول لها ان هي لسه مبتدئه وضعيفه ولكن هي حابه تكون صديقتها، وإيريا بتقول لها هي كمان عايزه تكون صاحبتها، وبيضحكوا هما الاثنين سوا. بعد كده بنشوف كوسار مع الرئيس وبيتفقوا على تنفيذ خطه صعبه وهي ان هم يعرضوا السيف الشيطاني قدام الناس في المهرجان، رغم ان ده ممكن يعرضهم لهجوم
شيطاني تاني. بيكونوا قلقانين ولكن عارفين ان ده هيجذب انتباه المتخفي وده فرصتهم ان هم يتخلصوا منه. وفي اللحظه دي بتدخل سيسلي وبتسمع جزء من الكلام، فبيعرفوها ان هي هتكون المسؤوله عن عرض السيف قدام الناس. وسيسلي بتتفاجئ من حجم المهمه وبتخرج وهي متوتره وبتروح على لوك على طول. بتساله سؤال غريب وهو لو كنت مضطر تحمي حد مهم بالنسبه لك ولكن هتعرضه للخطر ممكن تعمل ايه في الموقف ده؟ لوك بيرد بعد تفكير انه مش هيقرر غلط حصل قبل كده ومش هيعرض الشخص ده للخطر، وانه لو ما قدرش يمنع اللي جاي هيحمي الشخص ده بنفسه حتى لو هيضحي بيها. سيسلي بتتاثر وبتسيبه وبتمشي وهو بيفضل واقف مستغرب من سؤالها. وبالليل بترجع سيسلي لبيتها بتتدرب على السيف وبعدها بتتكلم مع اريا وبتقول لها ان اسفه انها تعرضها للخطر وبتعرفها ان هي مش هتقدر تقول السبب. لكن اريا بترد وبتقول ان هي مش خايفه وواثقه فيها، وسيسلي بتوعدها ان هي هتحميها. في اللحظه دي بيظهر المتخفي للمجنون وبيقنعه ان مستقبله مربوط بالسيف الشيطاني وان هو لازم ياخده باي طريقه. بنروح لتاني يوم الصبح والمهرجان بيبدا والناس بتكون فرحانه والمدينه مليانه زحمه وضحك، ولوك ولسه بيتمشوا وسط الناس. ولوك بيدور على سيف قوي زي ما قالت لسه، ولكن ما كانش في حاجه مميزه. وبنعرف ان لوك هيقدر يهزم الشيطان لو كان عنده 100 سيف زي اريا. في الوقت ده سيسلي واريا بيستعدوا للعرض وسيسلي متوتره جدا ولكن اريا بتحاول تهديها. وبعد شويه بيوصل الباقيين وبيطمنوا عليها، وكيوسار بياكد لها ان هم هيخلوا الناس يهربوا اول لما يظهر العدو. وبعدها بتطلع سيسلي واريا للعرض. بتتحول اريا لسيف قدام الناس وسيسلي بتمسكها وبتبدا استعراض القوه واستهداف الجماهير. بتخلص سيسلي العرض مع اريا وسط تصفيه وهتاف الناس، ولكن فجاه بتلمح المجنون واقف وسط الزحمه وعينه متثبته على السيف الشيطاني. هاله سودا بتظهر على قلبه وفي نفس اللحظه بيبدا جسمه يتحول وبيتحول لشيطان ناري عملاق. سيسلي بتتصرف بسرعه وبتقول للناس يهربوا، وفعلا الساحه بتفضى والفرسان بيتحركوا بسرعه علشان ينقلوا المدنيين للمدينه الثانيه. اما كيوسار فبيوزع اوامره على السحرة علشان يوقفوا الشيطان، وبيبص من بعيد وبيلاحظ وجود المتخفي واقف بيتفرج. وساعتها بنفهم ان في ماضي مشترك ما بينه وما بين كيوسار. السحرة بيحاولوا يوقفوا الوحش ولكن فجاه بيطلق انفجار ناري بيحرر نفسه من سحرهم وبيهجم بسرعه على سيسلي اللي بتطير بعيد عن اريا وبتحاول تزحف ناحيتها، ولكن الشيطان بيهاجمها وبيوصل لاريا وبيخطفها وبيبدا يهجم بيها. الفرسان بيحاولوا يوقفوه ولكن قوتهم ما كانتش كفايه والوحش بيضربهم واحد ورا الثاني والمتخفي بيضحك من بعيد. وساعتها بنفهم ان فعلا هو وكيوسار يعرفوا بعض من ايام الحرب. الساحه بتتحول لجحيم والنيران ماليه المكان وسيسلي بتقوم من على الارض وبيوصل لوك ولسه وبيحاولوا ياخدوها ويمشوا، ولكن لسه طبعا بترفض ان هي تمشي وبتصر ان هي تنقذ اريا لانها وعدتها ان هي هتحميها. لكنها بتعترف ان مش هتقدر لوحدها وبتطلب من لوك يساعدها وبتترجى يديها جزء من قوته وبتكون مستعده تضحي باي حاجه. لسه كمان بتطلب من لوك يساعدها فبيوافق وبيقول لها ان هو يحاول يهزم الوحش ولكن سيسلي لازم هي اللي تقتله، وبيفهمهم ان لهب الوحش قادر يدوب الحديد فالحل الوحيد هو استخدام الكتانه ولكن هيكون عندهم فرصه واحده بس. وبيسال سيسلي لو كانت هتقدر تقتله حتى لو كان انسان، فسيسلي بترد بحسم وبتقول له انها هتقدر. ساعتها بيبدا لوك ولسه يصيغوا الكتانه بمهارتهم وسيسلي بتنطلق ناحيه الوحش ولوك بيخلص السيف وبيقول لها اللي هي عليها تنهيه في اللحظه اللي هيقطع فيها اللهب، لكن الكتانه مش هتقدر تتحمل ضربه تانية ولو فشلت وقتها هتموت. سيسلي بتوافق من غير اي تردد وبيتقدم لوك بسرعه وبيبدا المعركه وبينجح بعد مجهود انه يقطع اللهب. وساعتها بيديها الاشاره. بتنطلق سيسلي بكل قوتها وبتمسك اريا رغم سخونتها الشديده وبتستخدم قوتها وبتقسم لها انها تحميها هي والعالم ده مهما كان الظلام اللي شافته في الحرب. قوه الرياح بتزيد في السيف وسيسلي بتنطلق ناحيه الوحش وبتطعنه في قلبه في مصدر تحوله وبيحصل انفجار قوي بيهز المدينه كلها وبينتهي الوحش وقتها، ولكن للاسف المتخفي بيهرب وسط الفوضى والفرسان مش بيلحقوا يمسكوه. ساعتها سيسلي واريا بيروحوا لجثه المجنون وسيسلي بتحاول تتواصل معاه باستخدام الرياح وبتقول له اسمها علشان ما ينساهاش لانها هي كمان مش هتنساه. في اليوم الثاني المدينه كلها بتحضر جنازه 32 شخص راحوا ضحايا الهجوم ده وسيسلي واريا بيروحوا عند قبر المجنون. اريا بتبقى حزينه وبتقول ان هي خايفه الناس تكرهها لانها سيف شيطاني وان اللي حواليها بيموتوا وانها مش عارفه المره اللي جايه هتكون ازاي، ولكن سيسلي بتطمنها وبتقول لها ان مفيش مره جايه وطالما هي موجوده هتفضل تحميها دايما وبتطلب منها وعد انها تفضل سيف يحمي اللي حواليها ومش يأذيهم. اريا ساعتها بتتاثر بالكلام ده وبتنزل على ركبتها ودموعها بتنزل وبتقول لها رغبتك هتكون اوامري. بعد كل اللي حصل ده بنشوف لسه وهي بتصحى بدري وبتسلم على العصافير كالعاده وبتبدا يومها بمساعده ستات القريه اللي كانوا بيطهروا ماء البير بموجب العاده مع احد الارواح. بتكون الستات مبسوطين منها وبيطلبوا تقعد معاهم اكتر، والسيده انا بتدي لها سله مليانه خضار كهديه هي ولوك عشان بيساعدوها دايما. لسه بتاخد السله وبتكمل طريقها للبيت وبتقابل مزارع بيديها خضار كمان فبتشكره وبتكمل طريقها. اول لما بتوصل البيت بترتب الحاجات وبتقعد ترتاح شويه وبعدين بتحضر الفطار وبتصحي لوك علشان يفطر. بيقعدوا يفطروا مع بعض وبيسالها لوك لو كان في شغل النهارده فبتقول له ان السيده انا طلبت منها معولين فبيعرفها ان هم عنده وبيقول لها ان هي تروح تسلمهم. لوك بيفكر يعمل حاجه جديده النهارده ولكنه ما كانش ناوي يشتغل على السيف بتاع سيسلي فلسه بتزعل لانها بتحب سيسلي وبتشوفها بنت لطيفه، ولكنهم بيقرروا يبداوا الشغل ويشتغلوا بجد لحد وقت الغداء. بعدها بيتفاجئوا ان سيسلي واريا جايين يتغدوا معاهم ولسه بتكون محضره الاكل وسيسلي بتقول لها ان هي اجازه وجايه علشان الكتانه بتاعتها، ولكن لوك بينكد عليها كالعاده وبيقول لها انه مش هيعمل اي حاجه غير لما تدفع له الفلوس. سيسلي بتقول
له ان هي مصممه تتعلم علشان تكون اقوى، وبتسال لوكا عن عقد الشياطين، فبيقول لها ان هو مختلف تماما وبيعتمد على تحويل جسم الانسان نفسه، وان العقود دي ظهرت في حرب فالبانيل من 44 سنه ومفيش رجوع منها لانها تضحيه كامله. وبيقول لها كمان ان اغنيه الموت هي اللي بتفعل العقد ده وبتكون منقوشه على القلب وممكن تتقرأ باكتر من طريقه، وعشان كده العقود دي بقت ممنوعه، ولكن المتخفي هو السبب في رجوعها ولازم يتقتل هو وكل اللي مرتبطين بيها. سيسلي بتحاول تهدي الجو شويه واريا بتتدخل في الكلام وبتقول لهم يلا ناكل قبل ما الاكل يخلص، وبعدها بيساعدوا لسه في غسل الهدوم. سيسلي بتلاحظ ان لسه هدومها قليله جدا، فبترد لسه ان البنات المفروض يلبسوا لبس عصري بس هي لبسها دايما في الشغل، وفجاه بينادي عليها لوكا علشان يكملوا الشغل بتاعهم. بعد كده بنشوف سيسلي في بيتها وبتسال الخادمه فيو لو تعبت من الشغل، ولكن فيو بتقول لها ان هي بتحب شغلها في بيت كامبل، وبيضحكوا هم واريا، وسيسلي بتطلب منها طلب ولكن مش بنعرفه دلوقتي. بعدها بيروحوا للسوق بيشتروا حلويات وبيجربوا اكل حلو، ولوكا بيستغرب هو ليه معاهم في يوم اجازته، وسيسلي بتساله اذا كان بيوفر حياه كويسه لسه، وبتتفاجئ لما بتعرف ان هي مش قريبته ولكنها عايشه معاه، وبيرفض يقول لها تفاصيل. سيسلي بتزعله بتقول له ان لازم يهتم بها اكتر كبنت لسه بتكبر وتفسحها وتشتري لها حاجات، وبعدها بتروح هي واريا يندهوا لسه علشان يفسحوها في السوق. بيوقفوا قدام محل هدوم بيكون عاجبهم فبيدخلوا جوه وبيخلوا لسه تجرب هدوم كتير، وبتفرح لما لوك بيوافق يشتريها لها بس بتكون قلقانه لتكون بتتقل عليه. بتفهمها سيسلي ان لوك مش بخيل ولكنه مش بيعرف يعبر عن مشاعره وبيحبها بس بطريقته، وبعد ما بتختار لها لبس حلو بتروح توريه لوك ولكنه مش بيرد عليها، فبتمشي وراه. بتتفاجئ لما بيحط لها طاقيه صغيره كان شاريها لها من وراها وبيقول لها ان هي لايقه عليها، فبتتاثر لسه بتعيط وبتشكره، وبيرجعوا للبيت مع بعض وهم مبسوطين. بعد شويه وقت بنشوف سيسلي واريا وهم بيجروا في الشوارع الضيقه وبيهربوا من 3 مطاردين متخفيين بيجوا وراهم بسرعه، واما سيسلي بتحس ان الهروب مش هينفع بتقف فجاه وبترجع تبص لاريا وهي بتتنفس بصعوبه وبتقول لها استخبي بنتي انا هقاتلهم. لكن اللي بيحصل بيكون غير اللي في بالها، وواحده من المقاتلات دي بتظهر قدامها وبتكون اقوى منها بمراحل، وقبل ما تلحق تفكر بتلاقي نفسها محاصره من 3، فبتزعلهم بصوت عالي وبتقول لهم لو عندكم شرف قتلوني 1 ل1، 3 على 1 مش عدل. الغريب ان هم بيوافقوا وبيبعد 2 وبتفضل واحده بس قدامها شكلها قوي جدا وعينيها فيها ثقه غريبه. بيبدا القتال ما بينهم والسيوف بتتصادم بقوه، ولكن البنت دي كانت سريعه وقويه اكتر من سيسلي وبضربه واحده بس بتطير سيفها بعيد. لما بتقع سيسلي على الارض اريا بتجري عليها بقلق وبتقول لها استعمليني انا موجوده علشان احميكي، ولكن سيسلي بترفض بقوه وبتقول لها ان هي مش هتستخدمها ضد بشر مهما حصل. اريا بتصر وهي بتحط ايدها على كتفها بس انت قلت انك هتستخدميني علشان تحمي الناس وانا دلوقتي عايزه احميكي. وقتها سيسلي بتسكت للحظه وبعد تفكير سريع بتوافق وبتشد اريا وبتتحول قدام عينيهم لسيف الشيطان العاصف، وبعد ما بتمسكها سيسلي بتقوم وبتثبت نفسها وبتعرف عن نفسها. بتقول لهم انا سيسلي كامبل فارسه بتحمي مدينه السيوف واللي قدامي عرفي عن نفسك. البنت بتضحك وبتقول لها بهدوء احنا جايين ناخد سيف الشيطان سلمي واحنا نوعدك نسيبك، ولكن سيسلي بترفض وبترفع سيفها وبتقول لهم القوه دي مش لعبه ولو قربتوا يتحملوا النتيجه. ولكن المقاتله دي مش بتتراجع وبتسحب سيفها هي كمان، وهنا بيظهر ان سيفها ده سيف مش عادي، وبتقول انا ديريوس الحارسه المخلصه للاميره شارلوت وسيفي هو كاليمور سيف شيطان الارض. بتبدا تقاتل سيسلي بكل قوتها وضربه ورا الثانيه والهجمات بتكسر الارض حواليهم، ولكن سيسلي رغم صعوبتها بتقدر تصدها باستخدام اريا. بيفضلوا يتبادلوا الضربات لحد ما ديريوس بتضرب الارض تحت سيسلي وبتوقعها في حفره كبيره. في نفس الوقت ده بنروح للورشه وبنشوف لسه وهي بتنشر الغسيل زي كل يوم، ولكن فجاه بتتفاجئ ببنت صغيره قدامها بتبص لها، والبنت دي بتدخل الورشه بكل هدوء. ولما بيوصل لوك بتشوفه بتقول له هو انت لوك انا شارلوت من الامبراطوريه. وهنا بيتصدم لوك وبيعرف من اسمها ان هي الاميره شارلوت، وبيعرف منها ان هي جايه تاخده معاه بالقوه، وبتقول له ان حراسي دلوقتي رايحين يجيبوا سيف الشيطان اللي عندكم. بنرجع على الحفره وسيسلي بتحاول تطلع لكن اريا بتستجمع قوتها وبتسحبها لفوق وبتقدر تطلعها فعلا، ووقتها سيسلي بتهاجم بسرعه وبتوقع ديريوس. ولكن قبل ما تلحق ترتاح واحده ثانيه بتظهر على بعد مسافه وبتصد ضربه دقيقه بتسيب دراع سيسلي وبتعرفها عن نفسها وبتقول لها ان هي مرجوت وسيفها رامبير سيف الشيطان الشعاع القرمزي. بتقول لها احمد ربك ان انا ما صدتش الاعضاء الحيويه، ورغم الالم سيسلي بتقاوم وبترد عليها بضربه قويه جدا وبتقدر تصد الهجوم اللي بعدها. ولكن فجاه بتظهر الحارسه الثالثه من الظلام وبتنط في المعركه، وسيسلي بتحاول تمنعها من الاقتراب، ولكن الضربه اللي بتطلقها اريا بتتصد بسكينه غريبه. بنعرف وقتها ان اسمها بنلوب وسكينتها اسمها بلوك، وده السيف الشيطان الوحيد اللي بيقدر يقتل سيوف الشياطين. سيسلي بتتصدم وبتحاول تقاتلها، ولكن بنلوب بتهاجم مباشره وبتصدى سلسله ضربتها بالعافيه، وبعدها بتضربها ضربه سريعه. لكن الهجوم ما بيخلصش ومارجوت بتهاجم بعدها بسرعه، وبعدين بترجع ديريوس للمواجهه وبتحاول المعركه 3 ضد 1 مره ثانيه. وسيسلي بتحاول بكل قوتها تصمد قدامهم وهي عارفه ان دي مش معركه عاديه، دي معركه على حياتها هي واريا. بتحاول سيسلي تتجنب الضربات ولكنهم بيحاصروها في النص وبتكون تعبت وبتضربها بنلوب من ظهرها، فبتمسكها مارجوت وبتزقها على الارض. بتحاول تفضل متماسكه بس بتيجي ديريوس وبتضرب الارض بسيفها فبتطير سيسلي وبتقع اريا منها. ولما بتفتح سيسلي عينها بتتفاجئ بمنظر مرعب، الحارسات ال3 وقفوا قدامها واريا مش معاها، اريا اتاخدت منها. بتحاول سيسلي تقوم باي شكل وبتصرخ وبتقول لهم يرجعوا اريا حالا، ولكنهم بيرفضوا وبيبان عليهم ان هم ناويين يخلصوا عليها. ولما بيقربوا منها سيسلي بتلاحظ ان في ظل وراهم، وبيكون ده لوك اللي استخدم واحده من تقنيات الكاتانا ووصل بسرعه رهيبه عندهم. الحارسات بيتجمدوا
بيتجمدوا في مكانهم لما بيشوفوه، وخصوصا لما بيبصوا على الارض وبيلاقوا الاميره شارلوت مرميه جنبه، وبدون اي تردد لوك بيخرج السيف بتاعه وبيضرب ضربه واحده قويه جدا بتطير الحارسات الثلاثه بعيد، بيطيرهم بقوه غير طبيعيه وسرعه مستحيل يتفادوها. سيسلي وهي على الارض بتبص عليه والدموع في عينيها، واخيرا تم انقاذها، ولكن التعب بيتغلب عليها وبيغمى عليها على طول. بيتجمعوا بعد كده في مكتب الرئيس واللي بيكون معاهم كويسار وسيسلي، وبتكون اتحسنت بعد ما استخدمت عقد الدعاء لعلاج جروحها. بتسال الرئيس عن سبب الهجوم المفاجئ مع الحارسات، فبتقرر شارلوت تتكلم بنفسها وتوضح الموضوع، وبتقول لها ان هي اميره من الامبراطوريه وجت في مفاوضات دبلوماسيه سريه علشان تقيد سيف الشيطان اريا وتاخد الحداد لوك معاها، ولكن الرئيس بيرفض طلبها وبيقول لها ان العرض مرفوض تماما. فبتحاول شارلوت تقنعه يعمل استثناء، ولكنه بيرد عليها برفض قاطع، وساعتها شارلوت بتفهم ان الموضوع بقى صعب جدا، ولكن بتعلن ان هي مش ناويه ترجع وايدها فاضيه، فلو مش هتاخد لوك فهتاخد السيف الشيطاني وهتدفع ثمنه كسلعه. الرئيس بيحاول يشرح لها ان ده مش سوء والمفاوضات دي خطيره، ولكن سيسلي بتكون بتسمع الكلام ده وهي مولعه من الغضب وبتدخل في الكلام فجاه. بتسكت شارلوت بكلام مباشر لدرجه ان الحارسات بيتضايقوا جدا انها بتكلم الاميره بالشكل ده، ولكن سيسلي مش بتسكت وبتزعق لهم وبتهزقهم وبتعرفهم ان اللي هم عملوه ده مش تفاوض، ده كان هجوم وسرقه لاريا. وبتكلم شارلوت بكلام كل مشاعر وبتقول لها ان اريا مش سلعه ولا سيف شيطاني، دي انسانه بتعيش وتتنفس وتضحك وتاكل وتعيط وكمان صديقتها، ومجرد انها تتكلم عنها كانها ملك للامبراطوريه ده اهانه وكمان مش مقبوله. الكلام ده بيأثر في اريا جدا وبتبتسم وهي بتبص لسيسلي اللي بتحميها قدام الكل وبتدافع عنها بكل صدق، لكن كيوسار بيتدخل وبيقول ان هم ما يقدروش يحكموا شارلوت ولا الحارسات لان اي صدام رسمي ممكن يهز التوازن ما بين الامه، وبيقول لسيسلي ان الموضوع ده اكبر بكتير من الظاهر وانها تفهم كل حاجه بعدين. الرئيس في اللحظه دي بيقول ان شاكك ان شارلوت فعلا بتورث دم الامبراطور وبيطلب منها اثبات رسمي، فوقتها شارلوت بتخرج السيف بتاعها وده سيف خاص بعيله الامبراطور، وبتشرح له ان والدتها كانت عميه ولكن الامبراطور حبها، ولما الملكات حسوا بالغيره منها طردوها من الحكومه الامبراطوريه، ورغم كده الامبراطور ادالها السيف ده. بتقول له ان هي جايه هنا مش عشان نفسها بل علشان ترجع شرف والدتها اللي اتسلب منها، فالرئيس بيقرر يحتفظ بالسيف مؤقتا ويتاكد من حياته بمراسله الامبراطور، ورغم اعتراض الحارسات شارلوت بتوافق على الخطه وبتقول ان كل اللي يهمها دلوقتي هي كرامه والدتها، والرئيس بعدها بيقول لهم يجهزوا لهم بيت مؤقتا يقعدوا فيه، ولكن طبعا بعد ما يسلموا السيوف الشيطانيه فبتوافق شارلوت، ولكن بتطلب تروح تعيش مع سيسلي في بيتها، وبتقول بمنتهى البراءه انها متاكده ان سيسلي فارسه نبيله وبيتها اكيد مرفه وفخم. سيسلي طبعا بترفض على طول وبتفتكر اللي حصل وبتقول لهم ان هي مش ناويه تستضيف ناس هاجموها، ولكن كوسار بيقطعها وبيقول لها ان هم اللي هيتكلفوا بكل حاجه، وفي النهايه الكل بيروح على بيت سيسلي وهي طول الطريق متنرفزه ومش مستوعبه اللي بيحصل، ولكن قبل ما يروحوا بيقرروا يقفوا ياكلوا في مطعم وبيطلبوا اكل كتير وبيستمتعوا وبيتكلموا مع بعض، ولكن اللحظه اللي بيجي فيها وقت الحساب الكارثه بتحصل. شارلوت والحارسات بيكتشفوا ان فلوسهم مش كفايه لانهم صرفوا اغلبها على رسوم سفرهم لما كانوا تايهين في الطريق، فبتقرر شارلوت بكل بساطه وبجاحه تقول لصاحب المطعم يحطهم على حساب بيت كامل، وبيوافق صاحب المطعم طبعا لانها مع سيسلي، وكمان بنت الخنزيره بتبدا تاخد حاجات زياده مع الاكل فبتنفجر سيسلي من الغضب. بعد شويه بيوصلوا لبيت سيسلي، واول لما بيشوفوه بيتفاجئوا بتواضعه وبيتفاجئوا اكثر لما بيعرفوا ان سيسلي كانت نبيله قبل كده ولكن ما عادتش كده دلوقتي، بس بيقرروا يقعدوا فيه لحد ما يوصل لهم رد من الامبراطور، ولكن اول لما شارلوت بتقرب من الباب وبتبدا تتكلم بطريقه فيها استعلاء على بيت كامل، الباب بيتفتح فجاه وفيو بتطلع وبترفعها في الهواء وبتزعق لها لانها بتتكلم وحش عن البيت. الحارسات بيحاولوا يدافعوا عنها ولكن فيو بتزعق لهم وبتقول لهم انها المسؤوله عن شغل البيت ومش فارق معاها اذا كانت شارلوت اميره ولا لا، وبتسخر منها لانها فاكره ان هي هتقعد بالمجان. بتقول لهم قانون بيت كامبل البسيط جدا انكم لو ما اشتغلتوش فده معناه انكم هتموتوا، وشارلوت بتتخض اول لما بتسمع الكلام ده. بيدخلوا البيت وبيلاقوا نفسهم كلهم لابسين لبس خادمات، وشارلوت بتتصدم انها بقت خادمه خلاص. بتحاول ديروس تعترض بس فيو بتطيرها بضربه واحده بس، ولما بقيه الحراس بيحاولوا ففيو بتسحقهم كلهم وبتاكد لهم ان هي بتخدم بيت كامبل وبس ومش هتخدم اي حد تاني، وبتحذر شارلوت انها لو فكرت تعمل اي حاجه ضد سيسلي هتخلي حياتها جحيم، وفعلا بتقول لها انها هتخليها تشتغل لحد ما تتمنى الموت. شارلوت من كتر الرعب بتوافق تشتغل بس بشرط ان سيسلي هي كمان تشتغل، ما هي مش قادره تستحمل فكره ان هي تشتغل وسيسلي هي اللي تأمرها. فيو بتعجبها الفكره وبتسحب سيسلي بالعافيه تلبسها لبس الخدم، وسيسلي بتحاول تقول لها ان هي سيده القصر بس محدش بيسمع لها. الدوشه دي بتوصل لوالده سيسلي السيده لوسي اللي بتنزل ترحب بالجميع وتهدي الجو شويه. بعد شويه بنشوف لوك مع لسه بعد ما جمعوا شويه طلبات شغل من سكان المدينه، ولسه بتسيبه شويه علشان حد بينادي عليها، ولوك بيروح لوحده وللساحه اللي انقذ منها سيسلي اخر مره. بيفتكر لحظه القتال هناك وبيسال نفسه هو انقذها ليه وهو اصلا مش فاضي يقلع على حد لانه عنده مهمه يخاطر بحياته علشانها. فجاه بيشوف خيال بنته وبيتصدم لانها بتفكره بواحده اسمها ليزا واسمها شبه اسم المحل الحداده اللي عنده، ولكن الخيال ده بيطلع سيسلي في الاخر. بتيجي لسه في اللحظه دي وبتتفاجئ لما بتشوف سيسلي وبتقول لها ان شكلها جميل، وسيسلي بتتحرج وبتستخبى في سله التفاح، ولما التفاح بيقع بتضرب لوك لانها اتكسفت من المديح. بتجري تهرب من الاحراج وبتسيبهم واقفين مستغربين، وبترجع سيسلي للبيت وبتلاقي الكل بينظف ولكنها بتضرب لهم المكان اللي لسه منظفينه بالغلط.
كانت بتغير مكان صندوق، ولكن الصندوق ده بيقع عليها والمكان بيتملى تراب تاني، وبيكتشفوا ان سيسلي مش بتشتغل اصلا وفيه هي اللي كانت بتعمل كل شغل البيت، وعشان كده سيسلي مش شاطره في اي حاجه. وبيستغربوا اكتر لما بيكتشفوا ان شارلوت شاطره في الشغل بالرغم من انها اميره، وبتقول لهم شارلوت ان هي بتعمل ده كل يوم وبتطبخ كمان، وان الحارسات علموها كل حاجه في حياتها. وفي اللحظه دي بتيجي دوريس وهي شايله دروع، ولكن سيسلي بتخبط في حاجه تانية وبتقع عليها، وبيتاكدوا ان هي فعلا ملهاش في اي شغل. بعد التعب ده كله بيروحوا كلهم ينظفوا نفسهم ويتكلموا سوا، وبتحكي شارلوت ان والدتها ماتت من سنه وكان حلمها ترجع للعيله الامبراطوريه. كانت مؤمنه بالامبراطور ودايما مبتسمه وما قالتش حتى ان هي مريضه، وعشان كده شارلوت قررت تحقق حلم امها وتؤمن بالامبراطور زيها وتحاول ترجع مكانتها. بعد كده بيقعدوا كلهم على الاكل، وشارلوت بتتاثر بلوسي وبيضحكوا وبيفرحوا كلهم، وبتروح شارلوت تقعد مع لوسي بعد الاكل، وسيسلي بتشوفهم من بعيد وبتبتسم. اليوم اللي بعده بيجي وسيسلي بتبدا تدريبها كالعاده، وإيريا بتكون معاها، وبيفتكروا اللحظه بتاعه القتال مع الحارسات وبيعتذروا لبعض لانهم ما عرفوش يحموا بعض زي ما وعدوا بعض. فسيسلي بتتفائل وبتقول ما يهمش، وبتفرح ان إيريا بتتدرب معاها علشان تعرف تتعلم قوتها كويس، ولكن إيريا بتقول لها ان هي عايزه تروح لمكان الاول. بينتقل بينا المشهد بعد كده عند شارلوت هي والحارسات في السوق، وبيكونوا مبسوطين ان هم عايشين حياه عاديه شويه، ولكن مش بينسوا هدفهم. بيأكدوا ان هم دايما هيكونوا جنب شارلوت، وبعد كده بيكملوا طريقهم وبيرجعوا البيت. بنروح بعد كده مع إيريا للمكان اللي كانت عايزه تروحه، وهو مكان تخزين سيوف الشياطين بامان، وبنشوفهم كلهم، ولكن بتلاحظ ان إيفيدانا محطوطه في سجن. إيريا بتلمس السيوف وهي بتفكر ان هم اكيد حاسين براحه وهم عايشين كسيوف عاديه. في اللحظه دي بيطلب الرئيس سيسلي، فبتسيب إيريا في المكان، وبعدها بتروح إيريا عند إيفيدانا مره تانية لانها الوحيده اللي زيها سيف شيطاني بيقدر يتحول لانسان. بتسال إيفيدانا هم ليه هم الوحيدين اللي بين السيوف الشيطانيه اللي كده، فإيفيدانا بتوضح ان السيف الشيطاني اصله شيطان اتولد كسيف من خلال عهد شيطاني، ولكن ما كانش ده الجواب اللي إيريا بتدور عليه. ولما بتستفزها بترد عليها إيفيدانا انها تفهم كل حاجه لما الوقت المناسب بيجي الليل، وكلهم بيقعدوا يلعبوا سوا ويضحكوا، وبيسالوا سيسلي هي ليه طيبه معاهم رغم اللي عملوه، فبترد عليهم ان هم ناس طيبين، وبتشوفهم شارلوت وبتكون مبسوطه بالصداقه اللي بينهم. بتروح عند لوسي بعد كده وبتحكي لها انها مبسوطه انها قابلتهم، ولكن هي مش عارفه تعمل ايه بعد كده، فهدفها كان تحقيق حلم امها، ولكن شايفه ان ده مش كفايه. بتخاف ان والدتها مش مرتاحه، فبتطمنها لوسي وبتفكرها ان اكيد والدتها عايزه تشوفها سعيده مش تحقق احلام غيرها. بتفتكر شارلوت في الوقت ده كل اللحظات الحلوه اللي عاشتها وبتبتسم وبتهدى، ولكن تاني يوم اللحظه الحازمه بتيجي. جواب الامبراطور بيوصل والرئيس بيقراه قدام الكل، والصدمه ان الامبراطور بينفي وجود شارلوت نهائيا، وبيقول ان هي مجرد سرقه للسيوف الشيطانيه من الفرسان الامبراطوريين، وبيطلبوا يرجعوا السيوف فورا، وانه كمان هيعاقب شارلوت حسب قانون الامبراطوريه. وشارلوت وافى مش مصدقه من الصدمه. بعد الصدمه اللي جت من جواب الامبراطور بتزعل شارلوت زعل شديد جدا، وبتحس ان مش بس انكرها لا كمان والدتها اللي ضحت بحياتها علشان ترجع للامبراطوريه تانت. بيزعل الكل عليها، وسيسلي بتحاول تسال الرئيس اذا كان يقدر يساعدها باي شكل، ولكنه بيقول لها بصراحه مفيش حاجه ممكن تتعمل لان الامبراطور بيعتبرهم مجرمين، ولو رجعوا هيتعاقبوا بقسوه. ساعتها شارلوت بتتكلم بصوت واثق رغم الحزن، وبتقول ان الامبراطوريه غلطانه وان هم لازم يرفضوا تسليمها هي والحراس بتوعها، ولكن الرئيس بيرد عليها بكل هدوء وبيعرفها ان ده شيء مستحيل لانهم هيكونوا خطر كبير على المدينه كلها. وسيسلي بتحس بالعجز وبتقلق اكتر لانها شايفه ان مفيش حد غيرهم يقدر ينقذهم، لكنها بتتصدم اكتر لما كيوسار بيوقفها وبيقول لها ان تصرف زي ده ممكن يولع الحرب، وبالرغم من ده سيسلي بتفضل مصممه ومش بتتراجع. بيجي البيت وبيتجمع الكل على العشاء في بيت سيسلي، ولكن شارلوت مش بتقدر تاكل وبتقوم من على السفره وهي باين عليها الكآبه، وبتجري على اوضتها وراها البنات اللي بيحاولوا يهدوها. شارلوت بتفضل تعيط وهي بتقول ان خلاص اتحرمت من كل حاجه، ولكن البنات بيحضنوها ويطمنوها ان هم مش هيسيبوها وان اكيد في سوء تفاهم وان الامبراطور مش هيتخلى عنها كده. سيسلي بتكون واقفه وبتسمع كل ده وحزنها بيزيد اكتر، وتاني يوم الصبح بتصحى شارلوت وعينها حمرا من كتر العياط، وبتسمع صوت سيسلي والبنات وهم بيضحكوا وبيتكلموا من الشباك. بيحاولوا يرجعوا طاقتها بكل الطرق، وبتحس اللحظه بالسعاده، ولكن اول لما بتفتكر جواب الامبراطور الحزن بيرجع يغطي قلبها تاني. بعد كده بينتقل بينا المشهد لسيف جارد وهو واقف قدام المدينه بجيش ضخم من فرسان الامبراطوريه ومعاه اوامر بيرجع المجرمات. في نفس الوقت ده البنات بتتجمع مع الرئيس في المكتب وبيعرفهم ان المدينه المسلحه وافقت تستقبلهم بشرط وان ده الحل الوحيد، ولكن البنات بيرفضوا على طول. الكل بيتصدم لما بيعرف ان البديل الوحيد هو الهروب، لان الامبراطوريه جمعت جيشها حوالين المدينه والتهديد ده ممكن يتحول لهجوم في اي لحظه، فما ينفعش يدوهم سبب للهجوم. والرئيس بيقول لهم ان هيرجع لهم سيوفهم الاربعه وهيعمل تقرير ان هم هربوا، وكل ده علشان يحموا المدينه. ولكن الصدمه الحقيقيه لشارلوت لما بتعرف ان المدينه المسلحه مش هتاخدهم من غير مقابل، وان هم لازم يقولوا كل المعلومات اللي يعرفوها عن الامبراطوريه. بتحس شارلوت وقتها ان هم بيطلبوا منها تبيع وطنها اللي بتحبه ووطن والدتها، فبترفض تماما. سيسلي بتحاول تهديها وتتكلم معاه، ولكن شارلوت بتهاجمها وبتقول لها ان هي واقفه جنب الرئيس ضدها، فبتتدخل إيريا وبتحاول تفهمها ان مفيش حل غير كده وان هم لازم يختفوا، وده لان وجودهم في المدينه بيخليها هدف للعدو. ولكن الكل بيبقى مضطرب، وسيسلي بتقول لهم ان هي مش عايزاهم يموتوا، ولكن شارلوت بترد عليها بكل حزن ان هي مستعده تخسر حياتها مقابل ان هي ما تخسرش حلم امها. البنات بيتفقوا معاها وبيمشوا، وبعد كده سيسلي وإيريا بيروحوا عند لوك وبيحكوا له كل اللي حصل، وسيسلي بتحاول تلاقي طريقه تساعدهم بيها ولكن مش لاقيه اي حل. كل اللي عايزاه ان هم
عايشه في امان مع بعض ولكن مفيش مكان يروحوا له، ولسه بتقول لها كلام بسيط ولكنه بيفرق معاها. بتقول لها مش مهم فين المكان طول ما احنا مع بعض انا هكون مبسوطه. وسيسلي بتحس ان الحل كان قدامها من البدايه ولكنها ما كانتش واخده بالها. لوك بينصحها انها تروح تقول لهم بسرعه قبل ما يتصرفوا بتهور، وبيكون عنده حق لان البنات وقتها بيكونوا بالفعل اتجمعوا وقرروا يقدموا للامبراطوريه حاجه غاليه جدا علشان تقبل شارلوت. في نفس الوقت ده لوسي كانت قاعده في البيت مستغربه ليه سيسلي والبنات لسه ما رجعوش ومفيش غير شارلوت اللي قاعده وفيه مش لاقيه اي حد. بتلاحظ ان باب البيت مفتوح وفيه اسلحه ناقصه، وشارلوت بتتخض وبتجري بسرعه لانها بتفهم ايه اللي بيحصل. على الناحيه الثانيه البنات كانوا فعلا بيكملوا مهمتهم ولكن سيسلي بتفاجئهم وبتظهر قدامهم قبل ما يخلصوا. بيستغربوا وجودها فبتقول لهم ان هي جاب بسبب احساسها ولسه في فرصه ان هم يرجعوا معاها للقصر، ولكنهم بيرفضوا. بيقولوا ان هم هياخدوا سيف الشيطان والحداد وهيرجعوا بيهم للامبراطوريه، ورغم ان هم عارفين ان دي مش رغبه شارلوت الحقيقيه بس هم مش قادرين يشوفوا وشها الحزين ده مره ثانيه. ساعتها سيسلي بتاخد قرارها وبتقول لهم لو لازم اوقفكم يبقى لازم اقاتلكم، وبتطلب منهم يروحوا يجيبوا سيوفهم علشان يكون القتال عادل. بيفكروها ان هي ما قدرتش تهزمهم المره اللي فاتت ولكنها بتكون واثقه من نفسها المره دي، وبيرجعوا كلهم بالسيوف وبيبداوا القتال. مارجوت بتهجم اول واحده ولكن سيسلي بتفاجئهم وبتقدر تهزمها، وبتقول لها ان هي اللي علمتها تستخدم السيف كرمح وانها دلوقتي تقدر تخترق اي حاجه بيه. بعدها بينلوب بتتدخل وهي متضايقه ان مارجوت اتهزمت وبتبدا تهاجم سيسلي، وسيسلي بتفضل تتفادى ضرباتها ولكن بينلوب بتحذرها ان محدش هيقدر يهزمها في قتال قريب. وساعتها سيسلي بتاخد قرار مفاجئ وبتقرر تجري بعيد عنهم. بينلوب بتحاول تدور على سيسلي في كل الاتجاهات ولكن فجاه سيسلي بتظهر من فوقها وبتهجم عليها بهجمه رياح قويه. بينلوب بتقدر تمتص الضربه بس ما بتلحقش تفرح لان سيسلي بتتحرك بسرعه خارقه وبتفاجئها وبتطعنها في دراعها. الضربه دي ما كانتش عشوائيه، دي نتيجه خطه ذكيه ما بينها وما بين اريا، واللي فيها استخدمت اريا نفسها مش بس كسيف لكن اتحولت لسهم رياح، وده خلى الهجمه مش بس سريعه ولكن الرياح نفسها اتحولت لنصل. في اللحظه دي شارلوت بتوصل وبتشوف الانفجار اللي حصل وقلبها بيقع، وبتجري تشوف البنات بس بتتفاجئ ان سيسلي لسه واقفه وبتسحب سيفها من دراع بينلوب. لكن المعركه لسه ما خلصتش لان دوريس بتوصل على طول وبتستعد تهاجم وبتدخل مع سيسلي في قتال عنيف مصممه ان هي تاخد منه السيف الشيطاني علشان تحقق حلم شارلوت. سيسلي بتفضل تزعق لهم وهي بتحاول توصل لهم ان الطريقه دي مش هي اللي هتخلي شارلوت مبسوطه ولكن بالعكس دي ممكن تدمرها. بتقول لهم انتوا بتحاولوا تحققوا الحلم ده بالغضب بس ده ممكن يقتلها، وشارلوت محتاجه تبقى مبسوطه مش تتسجن في رغبه والدتها. ولكن دوريس بتكون عنيده وبتهجم بهجمه ارضيه قويه جدا، وسيسلي بتتصدى لها بهجوم مضاد قوي وبتقدر تهزمهم كلهم واحده ورا الثانيه وبتثبت ان هي المره دي اقوى من اي وقت فات. في اللحظه دي شارلوت كانت بتتفرج على كل حاجه من بعيد وبتجري ناحيتهم وهي متوتره وخايفه، وسيسلي بتنده لها وبتقول لها تهرب بسرعه للمدينه المسلحه، ولكن شارلوت بترفض تماما وبتصرخ وبتقول ان هي مش هتقدر تعيش من غير ما تحقق حلم امها. سيسلي بتكلمها في الوقت ده بصوت هادي ولكن مليان حزن وبتقول لها طب وبالنسبه للبنات دول مش دول عيلتك ولا انت برضه شايفاها مجرد ظلال لوالدتك؟ ساعتها شارلوت بترد عليها وبتقول لها اكيد مهمين ليا وانا بحبهم. فسيسلي بتمسك اللحظه دي وبتوضح لها ان البنات دول ضحوا بكل حاجه علشانها وانهم عيلتها الحقيقيه وان هي تقدر تبدا حياه جديده معاهم، حياه مليانه سعاده. ولكن شارلوت بتفضل ترفض وبتقول ان هي مش هتعيش في عار ومش هتخون الامبراطوريه ولا والدتها ابدا. سيسلي ساعتها بترد عليها وبتقول لها ايه العار انك تعيشي وانك تكوني مبسوطه؟ السعاده مش خيانه يا شارلوت، ودي الطريقه الوحيده اللي ترد بها جمال اللي حبوكي. شارلوت بتبقى متردده ومش قادره تاخد قرار، وسيسلي بتمد لها سيف والدتها وبتقول لها لو عايزه تهربي يبقى لازم تاخدي القرار ده بنفسك. في الوقت ده شارلوت بتسحب السيف وبتبكي وبتحاول تهجم على سيسلي ولكنها بتهزمها بكل سهوله. ساعتها سيسلي بتقول لها بكل حزم ان شارلوت فيرتشور ماتت واللي قدامها دلوقتي دي هي شارلوت اللي لازم تعيش لنفسها. تاني يوم الجو بيكون هادي والدنيا رايقه، وشارلوت بتجمع البنات وبتقول لهم ان الامبراطوريه اخذت السيوف الاربعه وانسحبوا فما فيش داعي للقلق. الكل بيودع بعضه وبتبقى لحظه صعبه، وقبل ما تمشي شارلوت بتقرب من سيسلي وبتقول لها ان في شخص هو اللي سلم السيوف الاربعه للامبراطوريه وكان هو السبب في كل اللي حصل. اسم الشخص ده هو سيجارد، وبتقول ان هي سمعت انه بيقدر يروض الوحوش. بعدها بيودعوا بعض وبيمشي البنات كلهم في بدايتهم الجديده. بتعدي الايام وبنشوف طفلين صغيرين بيضحكوا سوا لان البنت نفسها تبقى فارسه علشان عايزه تحمي المدينه وتخلي اهلها مبسوطين لانها بتحبهم. فبيشجعها صاحبها انها تقدر تحقق حلمها، فبتطلب منه انه يصنع عليها كتانه ويوعدوا بعض وقتها ان هم هيحموا المدينه سوا، هو كحداد وهي كفارسه. لكن بتحصل حاجه غريبه وفجاه بيصحى لوك مفزوع من حلمه، وواضح ان الحلم كان ذكرى قديمه والبنت اللي فيه شبه ليزا اللي بيفضل يفتكرها وبيبص على الجبل العملاق اللي قدامه، وبنعرف ان عدى 3 سنين على الحادثه دي. بينتقل بينا المشهد بعد كده لسيسلي وهي بتفطر في بيتها لان النهارده اجازه، فبتكون ناويه تفضل تتدرب علشان تزود عضلات دراعها، ولكن والدتها بتعترض وده لانها بنت وما عندهاش حتى صديق تقضي معاه الاجازه. ولكن بتلاحظ من توتر سيسلي لما بيجي لوك في بالها فبتعرف ان في حد في دماغها. بتسالها عنه فبتوصفه لها اريا وبتتوتر سيسلي وبتحاول توقفها، ولكن بيقرروا يخلوها تلبس هدوم لطيفه وتطلع معاه من غير ما ياخدوا رايها. في نفس الوقت بيكون لوك مع لسه في حقل الورود ومش عارف البنات بتحب ايه لانه سال قبل كده، وبتحاول لسه تساعده يا ترى هو بيختار الورود دي لمين. بنشوف في الوقت ده سيسلي بعد ما خرجت وبتحاول تستخبى علشان ما حدش يشوفها، وبتفتكر حماس اهلها قبل ما تطلع فبتتحرج اكتر، لكن بتتضايق من لوك كالعاده. لكن في اللحظه دي بيوقفها الحداد وبيكون مع واحده كانت عايزه تصلح الخنجر بتاعها وبيطلب منها توديها لوك، فبتاخدها سيسلي وبتبقى محروجه لما بتوصل عند لوك،
ولكنه بيدايب فيها زي العاده. بتمدح لسه شكلها الحلو فبتعرفها سيسلي ان هي جايبه لهم زبونه، وبيشوف لوك الخنجر بتاعها وبيلاحظ ان الجوهر بتاعه مكسور وانه مش هيتصلح خالص. فبتزعل البنت ولكن لسه بتقترح ان هي تحاول تصلحه، فبيوافق لوك بما انها عايزه تعمل كده. بتستغرب سيسلي ان هو مش هيعمل كده بنفسه، فبيعرفها انه عنده حاجه يعملها وبيرفض يقول لها هي ايه، ولكنه بيسالها لو كانت عايزه تروح معاه. بيطلعوا الاثنين وبيكون لوك ماسك الورد اللي جمعه الصبح مع لسه، وبتكون سيسلي ماشيه وراه هي متوتره، وبيبص لوك وبيلاحظ ان هي وقعت اكتر من 10 مرات رغم ان الارض كانت متساويه. فبيضحك عليها وهي بتحاول تبرر له ان هي مش متوتره منه ولا حاجه، فبيقول لها انها عنيده زي حد يعرفه، فبتساله عنه ولكن مش بيعرفها اي حاجه. بتفضل تساله عن المكان اللي رايح له والورد اللي معاه ده بتاع ايه، فبيعرفها ان ده هديه صغيره وهتعرف الباقي قريب. بعدها بينزل يجيب ميه، وبتكون سيسلي واقفه مستغربه الوضع كله، ومستغربه كمان ان لسه رفضت تيجي معاهم. في نفس الوقت بتكون لسه قاعده بتصلح الخنجر بتاع البيت، والبت بتعتذر لها فبتقول لها لسه ان مفيش مشكله وانها من البدايه ما كانتش عايزه تروح مع لوك، فده مش ذنبها. في الوقت ده بنرجع عند سيسلي وهي بتسال لوك لو كانت خانق مع لسه، فبيعرفها ان ده ما حصلش، بس بيكون زعلان لان لسه بتعمل حاجات كتير علشانه، وهو ما كانش عارف اذا كان المفروض يفضلوا كده ولا لا. وبيفتكر انه بعد ما جاب لها القبعه وفضلت تشكره وحس ان دي اول مره يعمل لها حاجه، وساعتها بيشك ان في حاجات كتير هو مش شايفها، وكمان مش متاكد اذا كانت عايزه تفضل معاه ولا لا. ولكن سيسلي بتطمنه وبتقوله انه بيفكر زياده عن اللزوم، وبتعرفه ان لسه بتحبه وبتثق فيه وفعلا عايزه تفضل معاه. فبيرد لوك بيقول لها انه هيعمل اي حاجه علشان يحميها. وبنرجع تاني لسه وهي بتكون لسه قاعده مع البنت، واضح ان البنت دي غريبه شويه وبتحاول تعمل حاجه لسه من شعرها، ولكنها بتقف فجاه لما بتتكلم لسه وبتقول لها ان الخنجر بتاعها حزين وكانه كان بيعيط. فبتتفاجئ البنت وبتسالها عرفت ازاي، فبتقول لها لسه انها مش عارفه وان ده مجرد احساس. وساعتها بتبدا البنت تحكي ان معنى اسم الخنجر بتاعها هو الرحمه، وكان بيستخدم لقتل الفارس المصاب اللي ملوش امل في النجاه علشان يريحه من الالم. وفي يوم من الايام في فارس ادى الخنجر ده لبنته قبل ما يروح الحرب، ووقتها قال لها انه هيرجع مهما كان شكله او حالته علشان يقدر يسيب العالم وهو في حضن بنته. ولكن للاسف اللي كان المفروض يعيش مات واللي المفروض يموت عاش، وكل حاجه اتكسرت زي الخنجر بالظبط. بيكون واضح ان دي قصتها الشخصيه ولكنها مش بتوضح كل حاجه. فبتبدا لسه تسال لو كان ممكن يصلحوا الماضي زي ما صلحوا الخنجر، ولكن البنت بترد عليها بهدوء بتقول لها ان ده مستحيل. في الوقت ده بنشوف لوك وسيسلي وهم بيوصلوا لمقبره ليزا، وبنعرف انها البنت اللي لوك فشل انه يحميها. بتلاحظ سيسلي ان المتجر اتسمى على اسمها، وبيبدا لوك يحكي لها ان ليزا كانت صديقه طفولته واتقتلت على يد فالبانل من 3 سنين. لكن سيسلي بتستغرب لانها كانت فاكره ان فالبابل دي مجرد اسطوره، فبيعرفها لوك انها حقيقه وشافها بنفسه وانها لسه موجوده لحد دلوقتي. بيفضل يبص على الجبل لانه متاكد ان هي مستخبيه جواه، وبيكمل حكايته عن ماضيه لما هو وليزا راحوا من ورا والده للورشه بتاعه تتار. وكان زعلان وقتها لان والده ما كانش عايز ياخده معاه لانه كان عايز يصنع سيف كاتانا احسن لليزا، لكنه كان مبسوط باول كاتانا عملها ليها وده خلاه عايز يتدرب اكتر علشان يعمل لها واحد احسن منه. وليزا دي كانت شبه سيسلي جدا في شخصيتها وحلمها في حمايه المدينه. وبتقترح ليزا ساعتها ان هم يروحوا للكهف اللي على طريق جبل بلير رغم انه كان ممنوع عليهم يقربوا منه، ولكن ليزا بتقنعه ان هم مش هيدخلوا اكتر، بس لانهم كانوا اطفال بداوا يتوغلوا جوه الكهف اكتر واكتر، ولما وصلوا العمق وظهر في البامل قدامهم فخافوا جدا. ولكن ليزا بتقرر تسحب سيفها وتقاتل، وبتبعد لوك علشان تحميه، ولكن للاسف بتموت، وكمان والد لوك اللي كان بيدور عليه مات هو كمان. فبيتعصب لوك جدا لانه ما قدرش يعمل لهم حاجه وكان بيتفرج بس وهرب. وساعتها بتحاول سيسلي تهديه فبيعتذر لانه ضيع وقتها بقصته، ولما بتساله هو اللي جابها هنا بيقول لها انه مش متاكد، ولكن بيعرفها ان هي فيها شبه من ليزا. في الوقت ده بتكون لسه خلصت الخنجر بتاع البنت وبتديهولها وبتشجعها ان هي تفضل قويه، وبتقول لها ان الحاضر هو الاهم. فبتتاثر البنت بكلامها وبتشكرها وبتخرج، ولكن وهي ماشيه في طريقها بتقابل اريا اللي كانت رايحه البيت لوك بحماس علشان تشوف تطور سيسلي. فبتقف البنت تبص لها باستغراب، وبعد كده بنشوف سيسلي وهي مروحه مع لوك وبتكون حاسه ان هي لسه ما تعرفوش كويس وان عنده اسرار كتير جدا. بتقول له ان هي بدات تخاف من اللي ممكن تعرفه عنه، وقبل ما بيمشي بتساله بصراحه اذا كان بيحب ليزا، فبيقول لها ان هو بيحبها بس هي مشيت وبيسيبها وبيمشي، وسيسلي بتقف زعلانه في مكانها. بعد شويه بنشوف البنت وهي رايحه البيت صغير، وبيكون جوه السيد بتاعها اللي بيسالها لو حست بوجود فالبانل، لكنها بتزعل لانه ما فكرش في الخنجر بتاعها. وقتها بنعرف ان المتخفي هو اللي قال له ان في راجل بدم فالبانل في المدينه، وبيتعصب جدا لان لسه بتشك في كلام المتخفي. بالمناسبه البنت اللي قدامه دي بيكون اسمها ايسا، وبيقول لها ان الحرب وفالبانل هم اللي قتلوا ايسا، امال مين اللي قدامه دي؟ وبيقول ان هيقتله مهما حصل. بنرجع تاني عند سيسلي اللي بتكون بتتدرب في الليل، وبتيجي إيريا تسالها عن حاجه، ولكن لما بتلاقيها مشغوله بتقرر تستناها لبكره. في اللحظه دي بيكون لوك قاعد في الورشه بيمسح السيف بتاعه والمطر بيبدا ينزل، فبتستغرب لسه لان العصافير قالت ان مفيش مطر النهارده. وبتستغرب اكتر ان لوك ما رجعش مع سيسلي، ولكن فجاه بيظهر سيد ايسا قدام بيتهم ومعاه سيف في ايده، فبيقول لوك لسه انها تستخبى بسرعه. بيتصدم لما الراجل بيقول له ان جاي يقتل فالبانل وبيهجم عليه بسيفه، فلوك بيجري علشان يحمي لسه، وبيلاحظ ان السيف اللي معاه سيف شيطاني. السيف ده بيتحكم في الصواعق وبيهجم بقوه، فلوك بيطلع علشان يقتله ويعرف هو مين، بس الراجل بيكون قوي جدا ومصمم يقتله، وبيوجه ضربه خطيره ناحيه لسه. فلوك بيجري باقصى سرعته علشان يحميها، وبيحصل انفجار ضخم جدا، فيا ترى الهجمه دي جت في لسه
إسا ولا لوكي قدر يلحقها، ولكن بنكتشف ان الهجمه ما جاتش في لسه اساسا، وده كان بسبب تدخل البنت اللي اسمها إيسا. فالسيد بتاعها بيتفاجئ وبيسالها ولكنه مش بيكلمها، وبيكلم السيف ساعتها. لوك بيلاحظ وقتها ان الراجل ده مش طبيعي، وان استخدم اعضائه الداخليه كقربان، وعشان كده التعب مش مخليه قادر يقاتل. الراجل ده بيمشي فجاه وبيجي تاني يوم وبيت لوك كان اتدمر، وسيسلي وإيريا بيكونوا موجودين وبيحكوا عن اللي حصل، وبيعرفهم لوك ان هو اللي كان الهدف، ولكن لسه بتتضايق جدا وبيكون واضح ان في سر كبير وراها. بيحاولوا يعرفوا هويه السيف الشيطاني، فإيريا بتعرفهم ان ممكن تكون إسا لانها شافتها امبارح، وبيتصدموا لما بتقول لهم ان هي سيف شيطاني وانها قدرت تحس بكده. فبيفتكروا اللي حصل وقت الهجمه وبيستغربوا ليه إسا تهاجم لوك، بس لوك بيعرفهم ان السبب ان هو حداد، وده معناه ان في حاجه اعمق بكتير من كده. بعدها بنشوف اجتماع الرؤساء وهم بيتكلموا عن محاوله سرقه الحداد اللي الامبراطوريه عملتها، وبيتكلموا كمان عن الورقه الرابحه ضد فالبانل واللي هي السيف المقدس، واللي بيسيخوا حداد دلوقتي، ولو السيف ده ما اكتملش العالم هينتهي، والسيف اللي ختم فالبانل السنه اللي فاتت وصل لنهايته زي ما تنبأنا، وهو هوسمان مان. في نفس الوقت بيكون لوك بيشرح لسيسلا عن لعنه فالبانل، وان هم استخدموا عقود الدعاء كل يوم لان المانه دي كانت لعنه طلعت من الحكايه دي كلها، وان هوسمان كان راجل ذكي جدا وخلى الناس تستعمل لعنه المانه في حياتهم اليوميه عن طريق عقود الشياطين اللي مش بتستخدم فيها لا لحم ولا دم بشري. بيشرح ان الفالبانل اللي تم ختمه بالسيف المقدس كان بيطور عن طريقه ياخد بها انتقامه من البشر، وساعتها ناقش اغنيه الموت في قلوبهم وخلى الناس تعمل عقود شيطانيه، وبدات الحرب من وقتها. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا الى هذا اليوم. فمين هو الحداد الاسطوري ده، وهل هيقدروا يختموا اللعنه مره تانية؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جايه. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وتصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وزي كل مره اشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. يا رب تخش الجنه وسلام.